أكثر ثلاث شخصيات الأنمي كانت تستحق نهاية أفضل. شخصيات عانت وقاتلت بس القدر ما كانش رحيم معاها. استعدوا للدموع. نبدأ بقائمتنا بإيتاتشي أوتشيها من أنمي ناروتو. عاش كخائن ومجرم في عيون أخيه والجميع، وحمل على عاتقه إبادة عشيرته عشان يحمي قريته. مات وهو بيخفي الحقيقة ومرضه كان بينهيه ببطء. إيتاتشي كان بطلاً حقيقياً، ضحى بكل شيء بس ما استحقش يعيش نهاية مليئة بالوحدة وسوء الفهم. الشخصية الثانية إل من أنمي ديث نوت، المحقق العبقري اللي كان على وشك كشف كيرا، شخصية بذكاء خارق وكاريزما فريدة. إل مات بشكل صادم ومبكر ودمر قلوب كتير من الفانز. النهاية دي حرمتنا من استكمال صراع العقول الأسطوري بينه وبين لايت، وكان يستحق نهاية أكثر عدلاً لذكائه وعبقريته. وأخيراً الشخصية الثالثة نيجي هيوغا من أنمي ناروتو. نيجي اللي كان محبوس في قدره وقدر يتخطى كل ده ويغير مصيره بنفسه. مات بشكل مفاجئ وغير متوقع في الحرب الرابعة. نهايته حسست كتير من الفانز ان تضحيته كانت سريعة وما تحتش حقها في القصة، وكان يستحق دور أكبر أو نهاية أكثر تأثيراً بعد كل تطوره. ودي كانت بعض الشخصيات اللي حسينا انها تستحق نهاية أفضل بكتير. يا ترى مين في رأيكم كان يستحق نهاية مختلفة؟